شيء. يا حافظ الأسد، أسد علي في الحروب نعامة، تدخاء تنفر من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. يا أسد، يا نصير، يا باطلي، يا كافر، يا كافر، يا حافظ الأسد، يا كافر، يا من تدين بدين النصيرية. وقد قال الإمام ابن تيمية إن النصيرية فرقة من الباطنية وضعت يدها في يد اليهود، وهي أشد عند الله من اليهود والنصارى. حافظ الأسد الذي أعدم يوم عيد الأضحى 500 من المسلمين في سجن فاطمة. حافظ الأسد الذي دخلت جنود البعث الاشتراكي العربي، دخلوا على النساء العفيفات في البيوت فهتكوا أعراض النساء وذبحوا الأطفال. إن سوريا تناديكم لتلك المذابح. أطفال تذبح وأعراض تهدى وشباب يقتل، ومن وراء ذلك موسكو والبيت الأبيض. البيت الأبيض الذي يوجد في داخله قلب أسود هو قلب رجال. كيف يدخل حافظ الأسد المسجد الحرام والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ إنني أتمثل جلوس هؤلاء العصبة، هؤلاء السرقة القتلة، عندما أنظر إليهم أمام الكعبة يذكرني ذلك بقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى